الغريب الحلوين. اللي يغلط لازم يقول على غلطته، وإن ما قالش هيشوف الويل في دنيته. وكان ياما كان في زمان راجل غني كان يصرف قرش يجيله 2، والغني ما بقاش عارف يودي كل أمواله فين. ياه، يدهن حيطان القصر كله بالذهب، ده حتى يبقى حرام. ده المال اللي هيشتري بيه الذهب يأكل الفقراء في كل المدينة. لكن تقول لمين؟ الغني عايز الناس تعرف هو غني قد ايه. الغني عايز الناس تعرف ايه اللي تملكه ايديه. الغني قال ما تسألونيش عن السبب، الناس لازم تشوف مني العجب. هصرف من مالي وادهن حيطان قصري العالي بمية الذهب. وعشان يجيب الذهب الغني سافر 3 بلاد. في آخر بلد راح لأكبر تجار السوق وقال له سمعت إنك عندك أحسن ذهب في الدنيا، وكماني سمعت عنك جيت أشتري منك. تاجر السوق قال له عايز الذهب ليه؟ وعايز ذهب قد إيه؟ الغني قال له عايز الذهب أدهن بيه حيطان قصري العالي، وعايز ذهب قد ما يشتري مالي، وأنا مالي كتير. التاجر في السوق اداله الذهب وقال له ادي الذهب، ادهن بيه حيطان قصرك العالي، ونجار عليك الزمان ابقى تعالالي. ضحك الغني وقال له زمان ايه اللي يجور عليا؟ يجور على القصر ولا الخزاين ولا التجارة؟ انا عندي اللي يكفيني لآخر الدنيا. تاجر السوق سكت، والغني مشي وراح دهن كل حيطان قصره العالي بمية الذهب، والقصر بقى عجب العجب. الغريب قبل القريب عرف الغني غني قد ايه، والغريب قبل القريب عرف اللي تملكه ايديه. والناس تشوف وتقول في الكلام لغاية ما جه يوم من ذات الأيام. في اليوم ده جاله خبر عن أمواله. دي تجارته كانت في الصحراء، والجمال محملة وشايلة حراير وزيوت وزمرد وياقوت، إلا والرمل عفرت وتجارته ضاعت في الصحراء. يا خسارة يا خسارة. لكن الغني قال خسارة ايه؟ على أي الأحوال أنا عندي القصر، وفي القصر الخزاين، وفي الخزاين مال. لغاية ما جه يوم تاني من ذات الأيام. في اليوم ده ما تعرفوش حصل ايه، ما تعرفوش ليه. البحر ميته عليت، والبحر ميته قامت وغرقت قصر الغني بكل ما فيه. الغني عمل ايه؟ قام من نومه جري من القصر يا دوب بجزمته وهدومه. والغني جار عليه الزمان، ولا بقى عنده لا قصر ولا مال. يا خسارة. والغني من بعد كل اللي جرى ما قدرش يقعد في البلد، مشي في الدنيا راح أول بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. والغني اللي كان اشتغل صبي تحت ايد راجل حلاق، اللي يجيله يدوب على قد لقمته. وفي ليلة من ذات الليالي الغني اللي كان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحلاق قال له غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان رد وقال انا ما غلطتش. والحلاق قال له ولا تحكي عن زمانك ولا احكي لك عن زمان، روح اشتغل عند حد تاني. واللي كان غني مشي في الدنيا راح تاني بلد وعاش يلاقي لقمة عيشه. الغني اللي كان اشتغل صبي تحت ايد راجل حداد، اللي يجيله يدوب على قد لقمته. في ليلة من ذات الليالي الغني اللي كان قاعد يحكي على اللي جراله من الزمان. الراجل الحداد قال له غريبة، لكن ايه غلطتك اللي انت عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان رد وقال انا ما غلطتش. الحداد قال له ولا تحكي عن زمانك
ولا احكي عن زمان، روح اشتغل عند حد تاني. والغني اللي كان مشي في الدنيا راح تالت بلد. سبحان مغير الأحوال. اهي دي البلد اللي في يوم من الأيام اشترى منها الذهب بأكتر الأموال. دلوقتي علشان يلاقي لقمة عيشه مد ايده واشتغل شحات. رجليه اخدته ودته عند التاجر اللي في السوق. مد ايده للتاجر طلب الإحسان من بعد ما حكاله على اللي جراله من الزمان. وتاجر السوق قاله غريبة، لكن ايه هي غلطتك اللي عملتها في دنيتك؟ الغني اللي كان المرة دي قال على غلطته. الغني اللي كان قال غلطتي اللي عملتها في دنيتي اني انا بدل ما ادي الفقراء من خلق الله ومن مال الله بعزقت مالي على الذهب ودهنت بيه قصري العالي. ضحك التاجر في السوق وقال له مادام قلت على غلطتك اللي عملتها في دنيتك هقولك على الحكاية. انا يوم ما اديتكش دهب، يوم ما اديتك نحاس، وشلتلك مالك عندي امانة، وقلتلك لو جار عليك الزمان تعالالي. وادي انت جيت وادي كل مالك بالتمام وبالكمال. والراجل ما صدقش عينيه الا لما مسك المال في ايديه. اخد ماله ورجع بلده. اهل البلد اول ما شافوه قابلوه باحسن الاخبار. قالوا له انت فين؟ ده البحر نزل وقصرك رجع لك تاني، وتجارتك بكل ما فيها رجعت من الصحراء بكل امان. الراجل سكت، واهل المدينة قالوا له ساكت ليه؟ ما تتكلم. ولما اتكلم قال مالي رجعلي وقصري بان وتجارتي رجعت في امان، لكن انا بقى اتعلمت من الزمان الانسان على قد ما يقدر ما يغلطش، واللي يغلط لازم يقول على كان يا مكان كان في زمان مدينة، وكان يا مكان كان في زمان 2 من تجار المدينة، اهو زيهم زي التجار، طول النهار يبيعوا واخر النهار يكسبوا، في الليل يسهروا يحكوا الحكايات، شوية يتكلموا على اللي جاي وشوية يتكلموا على اللي فات، وتفوت عليهم الأيام وهم في أسعد الأوقات. في ليلة من ذات الليالي فات على التجار ال2 راجل عجوز غريب، ولا تعرف هو مين ولا تعرف جاي منين. ومن بعد السلام قعد العجوز مع ال2 التجار يسمع الكلام والحكايات، كلام عن اللي جاي وحكايات عن اللي فات. أول تاجر من بين كلامه قال أنا النهاردة إيه بقى؟ بعت وكسبت، ومن بعد ما كفيت بيتي وعيالي شلت كل مالي. الراجل العجوز قال له خير ما عملت يا تاجر التجار، أنا برضو عملت زيك كده، اشتغلت وتعبت وكسبت، ومن بعد ما كفيت بيتي وعيالي ما شلتش مالي، إنما صرفته واشتريت بيه أغلى غالي. الله، نعم، هو الراجل العجوز ده بيقول ايه؟ مرة يقول شلت كل مالي، ومرة يقول صرفته واشتريت بيه اغلى غالي. ايه ده؟ هو العجوز عمل ايه بالظبط؟ شال ماله ولا اشترى بيه؟ مرة العجوز يقول كده ومرة كده. العجوز بيكذب عليهم ولا ايه؟ لا مش معقول، استغفر الله، لا يكذب ايه؟ الله، امال بيقول كده ليه؟ هو بيشيل ماله ولا بيشتري بيه؟ ضحك عم العجوز وقال لهم شلت مالي، بس وانا شايله